لا استنوا بقى، دي طلعت سهلة جدا بجد. يعني انا كنت مفكرة الوصفة صعبة ومش هقدر اعملها. هاتي كل اطعمة الجيلي اللي عندك وتعالي نعمل مع بعض حفلة كده للجيلي كولا او الكاندي اللي ولادنا مضيعين مصروفهم عليه. وهقولك كمان لو ما عندكيش قوالب او قطعات تعمليها ازاي بحاجات عندك من البيت، وهتطلع شكلها حلوة جدا وهتفرحي ولادك بيها. يعني كده كده هتنفذي الوصفة دي. احفظي الفيديو عندك وتعالي نقول بسم الله ونشوف مع بعض الوصفة. انا اول حاجة في طاسة كده او في حلة هبدأ اعمل اول طعم، وبرشح لك جدا التفاح الاخضر ده، شكله حلو ومبهج جدا. هنزل بكيس جيلي من التفاح الاخضر وعليهم معلقتين كبار من الجيلاتين، وده جيلاتين حلال بيتباع عند العطار، ومعلقتين من السكر، وابدا ارفعهم على النار بالشكل ده يغلوا. والمكون ده اساسي معانا اللي هو عسل الجلوكوز عشان يديك المطه اللي بتبقى في الجيلي كول. هبدا اضيف على كل طعم اعمله معلقه كده من العسل، وابدا اقلبه. هتسيح مع السخونه، او ممكن ترفعيها على النار كمان دقيقتين، وكده الطعم خلص والوصفه كلها خلصت. اما بقى بالنسبه للقوالب ديت انا شارياها مش غاليه خالص، بتبقى معاكي بالشكل ده سيليكون كده وسهله جدا، وبيجي معاها القطارات ديت. اهم حاجه بقى انك تحطيها على طبق كده قبل ما تشتغلي فيها، عشان لما تيجي تشيليها وتدخليها التلاجة ما تبص منك. هبدا انقط كده، هي شكلها صغير قوي بس بجد حلوه جدا، وبتدي شكل الجيلي كولا الجاهز، يعني حقيقي حلوه جدا. واللي ما عندوش القطعات دي يجي ياخدها من عندي يا جماعه. هبدا احط اول طعم كده. وكمان لو ما عندكيش قطعات هقولك نعمل ايه. في صينيه كده هبدا ادهنها دهنه بس من الزيت، وهنزل فيها بكل شويه من اللي انا هعمله، يعني شويه صغيرين كده من اللي بيتبقى برجع احطها في الصينيه دي. هعمل الطعم التاني بقى، والطعم ده حلو قوي، جيلي اناناس. يعني انا بس برشح لك شويه اطعمه كده كانوا عندي، واطعمه نازله جديد برضو صيفي وكده منعشه حلوه جدا. هبدا اعملها بنفس الطريقه. هضيف كيس الجيلي واحط عليه معلقتين من الجيلاتين، ومعلقتين من السكر، ومعلقه من العسل الجلوكوز، وارفعهم على النار، واحطهم في القوالب السيليكون دي. وكان عندي القالب ده في العيد برضو حلو جدا، ما بياخدش كتير بس شكله حلو، وفي اشكال كتيره يعني. وتقدري كمان ما تستخدميش قوالب خالص، يعني ما تستخدميش القوالب السيليكون دي. انا هقول لك تعملي ايه. انا عندي اللي هي قوالب الجيلي دي كانت عندي من زمان، اللي هي البلاستيك عادي خالص في كل بيت. وكان عندي بتاعه الايس كريم ديت كانت مكسوره برضو استخدمتها. وعندك قالب التلج ده. بس اي حاجه غير السيليكون، غير الحاجات السيليكون، لازم تدهنيها دهنه خفيفه من الزيت عشان ما تلزقش منك وتقطع الجيلي كل اللي احنا عملناه. انا كده قلت لك بدايل كتير. تعالي نعمل بقى اهم طعم اللي هو الجيلي كولا الاصلي بالكولا. انا معايا اي نوع كولا كده يكون بديل. هبدا اخد ربع كوبايه الاول، وابدا انزل عليها بمعلقتين كبار من الجيلاتين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده، واركن البوله ديت بالجيلاتين على جنب. هوريك القوام بتاعه دلوقتي بالشكل ده كده. ديت اللي هي الجيلي كولا الاصليه بطعم الكولا. وفي نفس الطاسه برضو هنزل بنص كوبايه من الكوكاكولا، واختاري نوع بديل، وضيف عليه بس معلقه من السكر عشان بتبقى مسكره قوي، ومعلقه من العسل الجلوكوز. وكمان ديت كانت بتاعه البيض بتاعه التلاجة، ممكن تشتغلي فيها. قلب البيض ده تغسليه كويس جدا وتشتغلي فيه. هرفع الخليط على النار وابدا انزل عليه بالجيلاتين اللي انا كنت سايباه على جنب. وبرده كده الوصفه خلصت. صدقوني مفيش احسن منها، وصفه سهله وبسيطه وهتفرحي ولادك بيها. وفي نفس القوالب برده بنفس القطاره ببدا احط بالشكل ده، وبعد ما احطهم بدخلهم التلاجة يعني ساعه او نص ساعه بالكتير، لان هو بيتماسك بسرعه جدا. وصفه سهله وبسيطه وحقيقي بتفرح الولاد جدا، واحنا كلنا كبار وصغيرين بنحب الكاندي او الجيلي كولا دي. شايفين؟ وده كمان اللي انا عملتهم في القوالب اهوت، بدخلهم التلاجة بيتماسكوا وبيطلعوا بكل سهولة. هنا بعد ما تماسكوا معايا شكلهم كيوت جدا وبجد حلوين قوي قوي، وفيهم مطة كده عشان العسل الجلوكوز اللي احنا حطيناه. وحقيقي الوصفة يعني حلوة قوي. مش عايزة اقول لكم بقى، اولادي كانوا جنبي في المطبخ، يعني مش عارفه اشتغل منهم بسبب ان هم عايزين الوصفه تخلص بسرعه. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوه جدا، وبتطلع معاكي من القوالب السيليكون ديت بكل سهوله. وزي ما قلت لكم الناس اللي جنبي هنا اللي ما عندهمش القوالب ديت، انا عندي قوالب زياده، لو عايزين تعالوا خدوا من عندي. شايفين شكلها عامل ازاي؟ حلوه جدا. استنوا ما ندي للاخ اللي واقف معانا ده واحده بس من الجيلي كول. الالوان حلوه جدا، كتري من الالوان. عندي كنت عامله فراوله، وكنت عامله بطيخ، وكنت عامله اللي هي التفاح الاخضر والكولا يعني. وفي كمان في اطعمه كتيره من الجيلي، بس عشان عندي هنا ما بتبقاش متوفره قوي. والقالب ده برضو بيطلع معايا بكل سهوله، ما دهنتوش زيت ولا حاجه، بيطلع معاك الاشكال دي. يبقى احنا لو ما عندكيش قوالب خالص هوريكي كمان الشكل اللي احنا عملناه في الصينيه، وبرضو بيطلع معايا هنا بكل سهوله من القالب ده. ال- الجيلي كولا فيها مطه حلوه جدا بسبب العسل الجلوكوز اللي احنا ضفناه، وبجد طعمها حلو جدا. ده برضو اللي احنا عملناه في قوالب التلج عشان كنا دهنينها دهنه خفيفه من الزيت، بيطلع معاكي بكل سهوله. حقيقي وصفه سهله وبسيطه، وجبت لك بدائل كتيره في البيت. وهوريكي كمان اللي احنا عملناه في الصينيه اللي هو اللي انت شايفاه هناك ده.
انا كل ما يتفضل معايا شويه من الجيلي الطعم اللي انا عملته انزل بيه على الطعم التاني، هيديك اطعمه كتيره كده وطعمه حلو جدا. ونفس وريتك كمان نفس اللي هو القالب السيليكون ده، هبدا اقطع دي شرايح بالطول كده. دي كان احلى حاجه انا عملتها حقيقي والله، فرحت ولادي جدا، اللي هو الاشكال الطوليه ديت، واللي هو الاشكال اللي هو الصغنطوطه قوي دي. شايفين؟ سهله وبسيطه، وانا متاكده انك من حلاوه الوصفه ديت هتقومي تعمليها حالا، لانها بجد بتفرح البيت كله والله بجد. الصيف داخل بقى وهتحطيها في التلاجة كده ساقعه، حلوه قوي. شايفين المطه بتاعه الجيلي حلوه جدا، ولو فضل بره التلاجة ما بيسيحش ابدا، يعني مش مجرد ما يخرج من التلاجة يسيح، لا، زي اللي احنا بنشتريه من بره بالظبط. شايفين المطه بتاعته عامله ازاي؟ لو وصلتي بقى معايا هنا للفيديو ما تنسيش تدعميه بلايك وكومنت حلو منك بس، ومتابعه للصفحه. شايفين؟ ودي كمان برضو عندنا بولات الكريم كراميل دي، برضو حطيت فيها شويه كده بيطلع معاكي اشكال حلوه كتير. شايفين شكلها؟ والله كانت حفله، يعني كانت حفله من جيلي كولا، سهله وبسيطه وفرحت ولادي جدا وحلوه قوي. وعندي برضو اللي هي الستيك ديت برضو حلوه قوي. شايفين شكله عامل ازاي؟ حلو جدا، صغنطتين كده وبيدوكي كميه كبيره واطعمه كتيره. شايفين شكلهم عامل ازاي؟ حلو قوي بجد، لازم تجربوه. هوريكم برضو ده هما هنا في الاضاءه بالليل كنت عاملاه، يعني في اضاءه المطبخ. لما اوريكم بقى في اضاءه النهار هيبقى شكلهم بجد تحفه، لازم تجربوه. امشي على الوصفه بس، مش هتحتاجي تشتري من بره غير الجيلاتين والعسل الجلوكوز لو ما عندكيش في البيت يعني، والجيلي. كلنا عندنا جيلي، بيبقى عندنا كتير في البيت. شايفين شكله عامل ازاي؟ اداني اشكال كتيره، مبهجه جدا، صيفي جدا، حلوه جدا، بجد تستاهل التجربه. جربوها بالطريقه ديت ومتاكده ان شاء الله ان هي تعجبكم. شايفين اللي هي بالطول ديت احلى واحده فيه، واخده من كل اطعمه الجيلي. يلا ما تنسوش تدعموني بلايك وكومنت حلو منك، واستنوني ان شاء الله في وصفات صيفيه كتيره جدا. اهم حاجه اعملي لايك عشان توصلك وصفاتي. يلا استنوني ان شاء الله في فيديو جديد. سلام.